النهاردة هنتكلم في فكرة كده ممكن تبان بسيطة، بس هي حقيقي ليها تأثير كبير قوي في علاقاتنا، اللي هي فكرة إننا بنعبر عن الحب وبنحس بالحب ده بطرق طرق مختلفة تماما. المصدر اللي معانا النهاردة مقتطفات من النسخة العربية لكتاب مشهور جدا، لغات الحب الخمسة لجاري تشابمان. وزي ما هو واضح كده من المبيعات اللي مكتوبة على الغلاف، أكتر من 2.5 مليون نسخة، في الكتاب ده لمس حاجة عند ناس كتير قوي. مهمتنا بقى النهاردة نستخلص بسرعة كده إيه الأفكار الأساسية دي عن لغات الحب، ونفهم ليه الفكرة دي ممكن تكون مهمة قوي في التواصل. خلينا نشوف إيه الموضوع. طيب، الفكرة المحورية اللي الكتاب بيتكلم عنها هي إن كل واحد فينا كأن ليه معرفش زي سوفت وير خاص بيه أو لغة معينة كده بيستقبل بيها الحب بشكل أساسي. والمشكلة بقى زي ما الكتاب بيقول إننا كتير بنفترض إن طريقتنا إحنا في التعبير هي نفس الطريقة اللي لازم التاني يفهمها ويحس بيها. ده لافت للنظر إن كتير من الإحباط أو سوء الفهم في العلاقات مش بيكون عشان مفيش حب خالص. لا، هو بيكون ببساطة لأن الطرفين مش بيتكلموا نفس اللغة. ممكن طرف يكون بيعبر مثلا بالهدايا بشكل كبير قوي عشان دي طريقته هو، لكن الطرف التاني لغته الأساسية ممكن تكون كلمات التشجيع. فيفضل الطرف التاني ده حاسس إنه مش متشاف، مش متقدر كفاية، كأن مجهود الأولاني ده بيقع في بير. الكتاب بيوضح إننا كتير بنعمل زي إسقاط للغتنا على اللي قدامنا. دي نقطة مهمة فعلا وتخلي الواحد يقف عندها. طيب، لو فهم اللغات دي هو ده المفتاح، ممكن نتعرف عليهم أكتر؟ إيه هم بقى بالظبط لغات الحب الخمسة دي اللي الكتاب بيحددهم؟ أكيد، هو الكتاب قسمهم ل5 طرق أساسية الناس بتستخدمها عشان الحب يوصل ويستقبل. أول واحدة، ودي يمكن أشهرهم أو اللي بتيجي في بال ناس كتير، هي كلمات التشجيع. ودي مش أي كلام، لا، دي بتشمل المدح اللي بجد، كلمات التقدير لما تشجع حد هو محبط، أو حتى تقول أنا آسف بصدق لما تغلط. يعني الكلام عند الناس دي اللي دي لغتهم الأساسية ليه قوة كبيرة جدا. الكلمة الحلوة بتفرق معاهم فوق ما نتخيل. يعني مش كلام في الهوا، لا، كلام ليه معنى، بيوصل إحساس بالتقدير فعلا. تمام. ده يودينا للغة التانية اللي المصدر بيقول عليها، وهي تكريس الوقت. دي تبان بسيطة بس أكيد ليها تفاصيلها. تماماً، تكريس الوقت مش مجرد إننا قاعدين في نفس الأوضة وخلاص. الكتاب بيركز قوي على فكرة الوقت النوعي أو اللي بنقول عليه الكواليتي تايم. يعني إيه؟ يعني تدي للشخص اللي معاك ده انتباهك كله، تركيزك معاه هو وبس، مش ماسك الموبايل، مش بتفكر في الشغلانة اللي وراك، لا. ممكن تكون مجرد قاعدة بتتكلموا فيها بصراحة، بتسمع بجد، أو بتعملوا حاجة بتحبوها سوا. المهم الإحساس بالأولوية، إن الشخص ده واخد كل اهتمامك في اللحظة دي. إن الموضوع مش قيمة الهدية المادية خالص. أبدا. الهدية هنا بتبقى زي رمز، حاجة ملموسة بتعبر عن الحب، دليل إن الشخص ده جه في بالك، إنك خدت وقت تفكر فيه وتجيب له حاجة مخصوص عشانه. ممكن تكون وردة، ممكن تكون شوكولاتة بيحبها، حاجة بسيطة قوي. بس بالنسبة للشخص اللي دي لغته، الهدية دي بتقوله أنا فاكرك، أنا مقدر وجودك. الأهم هو التفكير والمعنى اللي وراها. مفهوم مفهوم. يبقى المعنى أهم بكتير من السعر. تمام. تمام. ده يوصلنا للغة الرابعة، أعمال خدمية. دي معناها إيه بالظبط؟ حاجات بتريحه، بتشيل من عليه حمل، بتسهل عليه يومه. ممكن تكون حاجات يومية بسيطة زي إنك تحضر الفطار، تساعد في ترتيب البيت، تصلح له حاجة كانت بايظة. أي فعل بيوصل رسالة أنا هنا عشان أساعدك وأخلي حياتك أسهل لأني بحبك. المهم طبعا إن الخدمة دي تكون طالعة من القلب، برغبة حقيقية في المساعدة، مش كأنها واجب أو تحت ضغط يعني. أعتقد دي لغة مهمة وقوية جدا عند ناس كتير، اللي بيحسوا بالحب لما حد يشيل عنهم زي ما بنقول. وأخيرا بقى، اللغة الخامسة هي الاتصال البدني. صحيح، ودي برضو لغة حساسية عند ناس كتير جدا، بتشمل أي نوع تلامس جسدي بيعبر عن القرب، عن المودة، زي مسكة الإيد، طبطبة على الكتف كده، حضن طبعا. الأشخاص اللي دي لغتهم الأساسية التلامس ده بيوصلهم إحساس بالأمان وبالارتباط وبالحب بشكل مباشر وقوي، يمكن أكتر من أي كلام أو هدية أو خدمة. تمام. يبقى كده إحنا عندنا 5 طرق مختلفة خالص للتعبير عن الحب واستقباله. والكتاب بيأكد إنه كل واحد فينا عنده لغة أساسية أو يمكن 2 بالكتير، هم دول اللي بيتكلموا معاه أكتر حاجة. وهنا بقى بيجي التحدي الأكبر يمكن. طب أنا إزاي أعرف لغتي أنا وإزاي أعرف لغة الناس المهمة في حياتي؟
دي فعلا نقطة جوهرية، يعني هي دي مربط الفرس زي ما بيقولوا. إنك تعرف اللغة الأساسية للشخص ده هي المفتاح عشان تعرف توصله الحب بطريقة هو يفهمها، يحس بيها بجد. والكتاب نفسه فيه أدوات واختبارات بسيطة تساعد الشخص يكتشف لغته ولغة شريكه، وده يمكن أحد أسباب نجاحه وانتشاره، إنه مش مجرد كلام نظري، لأ هو بيقدم حاجة عملية نقدر نستخدمها. مجرد الوعي ده لوحده بيفرق وبيحل أجزاء كبيرة من المشاكل اللي ممكن تحصل. يبقى خلاصة الكلام اللي قلناه ده كله إننا نفهم إن الحب ده ليه لغات مختلفة، وإن اللي بيوصل لشخص ممكن ما يوصلش بنفس القوة لشخص تاني. الفهم ده، مجرد الوعي بالاختلاف ده، هو أول خطوة لعلاقات أحسن بكتير، علاقات أعمق وأنجح. بالظبط كده. وهنا بقى ممكن نسيب سؤال كده نفكر فيه بعد ما نخلص. لو أخدنا فكرة لغات الحب دي وطلعنا بيها بره دايرة العلاقات العاطفية بس، إزاي ممكن نستفيد منها في حياتنا بشكل عام؟ يعني مثلا في علاقتنا بأولادنا، إزاي نفهم احتياج كل واحد فيهم المختلف للتقدير؟ أو حتى في شغلنا مع زمايلنا، إزاي ممكن نعبر عن التقدير لزميل بطريقة هو يفهمها ويحس بيها فعلا، مش مجرد كلمة بنقولها وخلاص أو تصرف بنعمله من وجهة نظرنا إحنا؟ هل فهم اللغات دي ممكن يساعدنا نبني جسور تواصل أقوى في كل حتة في حياتنا؟ سؤال للتفكير.